السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد. انزلوا حالا حطوا لايك للفيديو ده، ولو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا في القناه من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفوني على طول. عايزه اقول لكم الفيديو بتاعي النهارده حاجه كده حماس، يعني حاجه كده في الانجاز في السريع كده. لازم تصحي الصبح تعملي الحاجات دي. طبعا النهارده كان يوم الاجازه بتاعي من الشغل. انا بشتغل 5 ايام بس في الاسبوع، وباخد الجمعة والسبت اجازة. عايزة اقول لكم الحمد لله ان انا باخد الجمعة والسبت اجازة عشان اقدر ان انا اخلص فيهم شغل البيت. الموضوع بيبقى مش سهل خالص، خصوصا مع طفلين. الناس الاول مرة بتشوفني، انا معايا مهند ومعايا كوكي، طفلين صغيرين. مهند 4 سنين وكوكي عندها 1.5 سنة. وكمان انا اللي بشتغل وانا اللي بصرف على البيت علشان انا منفصلة، وكمان انا اللي بصرف على ولادي. فعايزه اقول لكم لازم تبقي نشيطه كده وتخلصي كل حاجه عندك اول باول. لو انتي ست بيت ده الموضوع ده تعمليه كل يوم، انما لو انتي واحده بتشتغلي فلازم ان انتي تعملي الحاجات دي في يوم الاجازه بتاعك، خصوصا ان انتي لو معاكي اطفال صغيرين فاكيد بيبهدلوا البيت. اول حاجه كده صحيت الصبح عملت فطار لمهند وكوكي وفطرنا مع بعضينا احنا التلاتة، وبعدين دخلت كده على الصالة. قلت بقى اشوف كده هروق الدنيا والدنيا تبقى تمام ورايقة، عشان الصراحة كنت عايزة اعمل لهم تورتاية. فقلت اروق الشقة كده واروق الحاجة، وانا اصلا كان عندي اكل فيدوب كنت هسخن بس. فقلت ان انا هروق الصالة وهروق المطبخ وبعد كده اعمل التورته. بس للاسف الفيديو كان هيبقى طويل جدا، فقلت لا خلاص هخلي التورته لتاني يوم، وكده كده اهو الشقه بقت رايقه وتمام واعمل التورته تاني يوم. هنا بقى مسكت بقى الكنبه ونفضتها. الكفر بتاع الكنبه ده عايزه اقول لكم حلو جدا وبيحافظ على الانتريه، وبياخد كل حاجة وبتشيليه بعد كده بتحطيه في الغسالة وبيبقى زي الفل. يعني بجد حلو جدا، وخصوصا لو عندك اطفال بجد هيحافظ على الانتريه بتاعك جامد جدا، وهيحافظ على الركنة وهيبقى تحفة تحفة تحفة، وهيخليلك الحاجة زي ما هي. عايزه اقول لك انا هنا خلاص خلصت وروقت كمان الجزامه، وشلت كمان الهدوم الوسخ حطيتها في الغساله عشان اشغل عليها. هنا خلاص بقى هشغل المكنسه الكهربائيه، هاخد بقى السجاده والصاله كلها كده بالمكنسه، وبعد كده هدخل على المطبخ على طول. قلت بقى هسخن الاكل. اول حاجه اروق المطبخ، كان عندي حبه مواعين من امبارح، هغسل المواعين بقى من امبارح وهروق المطبخ وهغسل البوتاجاز. وبعد كده عشان الدنيا تبقى رايقه خالص بما ان انا عندي اكل، فاظبط بقى الدنيا كلها علشان كنت عايزه اعمل تورته تمام كده. خلاص بقى هنا كنت غسلت المواعين اللي عندي، وبعد كده طبعا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز محتاج ان هو يتغسل كده غسلة بسيطة. فطبعا شلت الحاجات من عليه. المواعين دي بقى حطيتها في الحوض عشان اغسلها دور تاني، وبعد كده بقى هنغسل البوتاجاز مع بعض. عايزه اقول لكم الروتين بتاعي النهارده لازم تعمليه كده كل يوم لو انتي عندك الحاجات دي محتاجه ان هي تتعمل. طبعا انا البوتاجاز عندي اصلا
دايما بيبقى نضيف. وهو عايزه اقول لك هو مش وسخ قوي. بص انا كنت مطلعه الحليب والبيض علشان الحليب والبيض لازم يكون بحراره الغرفه او بحراره المطبخ، ما يكونش مطلعه من التلاجة. وعايزه اقول لك كمان البوتاجاز بتاعي مش وسخ قوي، ده هو حاجات بسيطه كده بس ايه، عشان انا بقالي كام يوم سايباه عشان كنت مشغوله جدا في الشغل، فللاسف وسخ شويه. لكن في الطبيعي دايما والله ايدي في البوتاجاز، خليكي دايما كده عشان مفيش حاجه تتراكم عليكي. اول باول كده لازم المطبخ بتاعك يبقى نظيف، وكمان الحمام بتاعك يبقى نظيف. وحاولي ان انتي الاولاد بتوعك يلعبوا في الشقه في مكان واحد، ما يبهدلوش الشقه كلها، عشان ده بيسهل عليكي، خصوصا ان انتي لو بتشتغل. هنا خلاص كده كنت لميت الحاجه من على البوتاجاز، هغسله كده بالسبونشه غسله كده سريعه وهيرجع زي الفل. الحوامل بقى هفصل معاكم الكاميرا وهغسل الحوامل بالسترس. طبعا كلنا عارفين السترس ده بيطلع اصعب الدهون، وحلو جدا ان انت تستخدميه للحوامل بتاعه الظهر. العيون بتاعتي كانت نظيفه، ما كانش فيها اي مشكله، كنت غسلها يا دوب من اسبوعين تقريبا، وانا بغسلها في الشهر تقريبا مرتين. فبحطها في ميه وبتغلي، وكمان عليها ملح ليمون وصابون مواعين واريال وخل، فبيخليها زي الفل وبيطلعها كده كأنها جديدة. بصوا ما اقولكيش، ان شاء الله هعملها معاكم المرة الجاية. هنا بقى كنت انا خلاص غسلت البوتاجاز وكمان بنشفه، بصوا مخدش معايا وقت خالص. وهحط كمان العيون بتاعه البوتاجاز وهحط الحوامل، وبعد كده ايه هنبدأ مع بعض نسخن الاكل. وبعد كده بقى ايه انا كده خلصت، وبعدين هنعمل التورته مع بعض. عايزه اقول لكم طبعا ما رضيتش ان انا اعمل معاكم التورته، لان للاسف الفيديو كان هيبقى طويل معاكم جدا. هنزل لكم الفيديو بتاع التورته ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بس كمان انا اصلا لسه ما عملتش التورته، فقلت خلاص انا بما ان انا النهارده روقت المطبخ وغسلت البوتاجاز، هكمل بقيه الشقه بقى، وبعد كده هنعمل التورته تاني يوم. فعلا هنا سخنت الاكل وبعدين خلصت كل حاجه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل التورته مع بعض. عايزاكم كده تخمنوا تحت في الكومنتات التورته دي بمناسبه ايه. لو وصلتوا في الفيديو معايا لحد هنا ما تبخلوش باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم تاني الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله.